شكرا للمتابعين مرصد القنيطره، وشكرا للزميله حنان المشرف على المجموعه. كما كنعرف على ان الواقعه اللي وقعت هنا في واد سبو هو انه الناس سبقوا الفرحه بعد ما سمعوا واحد الخبر تيقولوا بان عبد الرحيم خرجوا الواد، لكن فاش الناس فرحات وفاش وقع واحد النوع كبير ديال الاكتظاظ ديال الناس اللي جاو باش يتاكدوا ويعرفوا واش فعلا هو، رجال الوقايه المدنيه ورجال الامن كذلك بدورهم طلقوا عينا البحث باش يتاكدوا من المصداقيه ديال هذا الموضوع هذا، من الموثوقيه ديال هذا الخبر. ففاش مشاو كيتاكدوا بانه ماشي هو، وانما جثه اخرى لرجل مسن اللي تم العثور عليها بعد ما تعرفوا عليها. وللاسف راه مازال الشاب عبد الرحيم اللي كيبلغ من العمر 18 سنه راه مازال تحت مياه سبو، ومازال ايضا لا العائله ديالو ولا الجيران ولا رجال الامن ولا رجال الوقايه المدنيه ولا ايضا حتى الناس اللي تطوعوا جاوا من مدن بعيده، يعني غواصون خاصون اللي جاوا من اجل انهم يطلقوا عين البحث ويقلبوا لعل وعسى انهم يلقاو شي معلومه جديده. بداوا البحث ديالهم من صباح هذا اليوم، لكن بالرغم من ان تضافر الجهود، بالرغم من انهم بحثوا بدون اي استراحه، لكن للاسف الشديد ما لقاوش. وايضا حتى رجال الوقايه المدنيه طلقوا البحث في الكثير من النقاط هنا بواد سبو، وايضا حتى البعيده على هذا المكان هذا، باش الا كان شي خبر يتم الاستطلاع ديالهم عليه ويتعرفوا عليه، وايضا يصيفطوا اخبار لرجال الوقايه المدنيه اللي كاين هنايا باننا لقيناه. لكن لحد الساعه الوقايه المدنيه الان وصل الوقت ديالهم باش وقفوا الان البحث، الان توقف، غادي يستأنف يوم الغد ان شاء الله، ولحد الساعه راه مازال. وكنتمنوا كذلك من كل المتابعين انهم يدعيوا مع هذا الشاب هذا بالرحمه والمغفره، وانه العائله ديالو تسمع عليه شي اخبار باش على الاقل يرتاح النفسيه ديالو. هذا المنبر كنشكركم، كنشكر هذا المنبر الصحفي لانكم جيتوا متواجدين معنا هذه 3 ايام وانتم متواصلين معنا. كنشكركم بزاف على الحضور ديالكم معنا وعلى الوجود ديالكم معنا وعلى التآزر ديالكم معنا. وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هاد الطفل هذا فقدناه فلذة الكبد ديالنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم ديال الجمعة أنه يخرج من الواد كما خرج الله سبحانه وتعالى سيدنا يونس من بطن الحوت. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكنشكروا بزاف المغاربة اللي وقفوا معنا من داخل، اللي أزرونا وواساونا بالمشاعر ديالهم من داخل المغرب وخارج المغرب وكافة أجمعين. وكنشكروا الأمن اللي متواجد هنا معنا وكيسهر على الراحة ديالنا، كنشكروا حتى هو بزاف. وعاش سيدنا. نعم اختي. واش دخلنا كيفاش وقع الحديث واش هنايا هاد الطفل هذا لا ما موالفش كيجي نهائيا. هاد الطفل هذا لانه ماشي من مدينه القنيطره، هو من دوار العوامره. هاد الدوار هذا بعيد شويه على مدينه القنيطره، وهو كيقرا هنايا في التكوين المهني هذا اللي هنايا التكوين ديال واد سبو. جا رفقه الاصدقاء ديالو يوم الاربعاء، كان الجو حار وجا هو ورفقه جوج الاصدقاء ديالو باش يعوموا. ما عرفش بان هذا المكان هذا راه خطر على العومان، لان هنايا ما كاين حتى شي لافته كتحضر بان هذا المكان هذا راه ممنوع العومان. جوج ديال الاصدقاء ديالو خرجوا غطسوا معاه وخرجوا، وهو مسكين غطس ما قدرش يخرج. انا لله وانا اليه راجعون. ولحد الان حنا مازالين كنتسناو ان الجثه ديالو تخرج. انا لله وانا اليه راجعون. وكنشكروا المغاربه كاملين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، واللي كيتفرج اللي كيشوف هاد الواقعه الاليمه اللي اهتزت لها مدينه القنيطره. احنا الطفل هذا ألمنا صراحه، ألمنا بزاف. اليوم فقدنا فلذة كبد ديالنا. وكنشكروا الامن الوطني اللي متواجد معنا بكثره والسهر على الراحه ديالنا. كنشكركم بزاف، وكنشكروا السلطه المحليه، وكنشكروا الامن الوطني. وعاش جلاله الملك نصره الله. ان هنايا هاد البلاصه هادي راه خاصها تقتمن على الشباب. حنا ضعنا في شاب عنده 18 سنه، راه خاصهم يديروا شي حل. يا يبنيو الصور هنايا يلغيو هذا. ما تيعومش، ما تعرفش يعوم، ما تيعومش نهائيا، راه ما تعرفش يعوم. يكذب عليكم كذاب يقول لكم تيعوم، راه ما تعرفش يعوم. هو والرابع 3 دراري هبطوا. هي المدرسه تيقراو هنايا. هبطوا خرجوا من المدرسه، خرجوا هنايا غطسوا. قال لك من يغطسوا
هما يهربوا من شافوه هذا تيجيف، خرجوا كاملين هربوا. هو قال لك بقى تيقول لهم عتقوني عتقوني، هز يدو. هادشي اللي شافوه شي ناس وقالوا لنا، قال لك هز يدو قال لهم عتقوني عتقوني. هبط ما عاودش طلع، مني ما عاودش طلع صافي الاخرين مشاو. حنا جينا من بعد باننا نوثقوا على الدراري يجيو يوريونا في الغرق. والديهم طفاو علينا نوامر التليفون، والدين الدراري بغينا غير دوك الوليدات يجيو يشوفوا يقولوا لنا في الغرق باش الناس يقلبوا عليه. طفاو علينا التليفون، قلنا للبوليس يمشيو، قالنا ما عندنا ما نديروا لكم على الدراري. يعني ما عرفتش انا الدري هذا راه شفتو تصاور وراه شفتو كل شيء. الدري راه تيهبط الارض، راه لا هضرتي معاه ما يقدرش يجاوبك وما تعرفش يعوم. واش قالوا له ادخل حنا نعاونوك ونعلموك؟ الله اعلم، العالم هو الله سبحانه وتعالى. حنا بغينا نعرفوا دابا واش شكنو كاين، ما فهمنا والو. شي تيقول راه جاي كاين، شي تيقول لا، ما عرفنا حتى شي حاجه. حنا عيينا صافي، تقادلنا الجهد، كلشي مشى ركابي، كلشي راه. حنا اليوم 3 ايام نباتوا هنايا ونضلوا هنايا، تيضلوا معانا المخزن البارح واليوم ضلوا معانا بحال في الليل. راه ما تيبقى معانا حتى شي واحد، راه تنبقاو حنايا، عمو خواتاتو وعماتي. هذا اللي مربي، هذا الطيب كان مربيه. عندنا واحد هو تشد دابا، جا واحد سيكيريتي، عندنا واحد هما داوه اعتقلوه دابا. جا سيكيريتي اللي قال لك مسؤول على المرسى، لقى خويا متكي تما. وحنا اصلا خويا متكي 3 ايام والدراري وكلشي مقاطعين الصور وجالسين تما تيتسناو، عندهم امل عيتجبد تما حدا داك الحديد مشدود. خويا راه غطس برجليه وقلب عمر حالته غايت، هبط. وجا السيكيريتي ضربو وقال له نوض قاعد، حيت السيكيريتي اللي قبل منه كان داير معاهم قال لك زوين ومخليهم، وهذا ضربو قال لك برجله، قال له نوض قاعد. خويا ما قدرش يصبر، قال لك ضربوا لهنايا، قال لك داير غريزات دابا راه في سبيطار الغابه. مشينا عندو طلبوه باش يسمح ليه، قال لهم عطوني 1,000,000 ندير بها عمليه تهرس من رجلي. امتاش تهرس الله اعلم، واش طاح واش الله اعلم، واش مضروب هنا ضربه هنا سبقت الرجل. قال لهم عطيني 1,000,000 باش ندير عمليه. حنا 1,000,000 ما عندناش من نجيبوها. وشدوا واحد البوليسي هنايا، شدوا خويا وقال له عرب بك وضرب خويا الراس. وخويا اصلا عنده الوراق بانه مريض، خويا تيشرب الدواء وعنده تصاور، عنده كل شيء. خويا ضاربه واحد محيد له طرف ديال الودن وعنده ضربه هنايا. خويا تعاني من ارتجاج في الدماغ، تيتقيا الدم مره تيتقيا الدم، تاثر عليه دماغه بالشمس وداك الشيء، كيتقيا الدم، ما كيتحملش انه يخرج بزاف، يعني عنده ارتجاج في الدماغ. وانت تجي تضرب واحد بوليسي مخزني وتشد تضرب واحد وتقول له عرب بيك، علاش تربي؟ وهذاك السيكيوريتي تا هو تهضروا معاه، علاش يقول له نوض قاعد؟ خوه راه طايح له خوه في البحر في الواد، طايح ليه خوه. واش تمنع يطيح لك خوك؟ واش راه خوك راه ماشي غير راه غتبغي تنتحر باش تجبديه. كنطلبوا من الله هاد الدري هذا الله يرحمه ويوسع عليه يطلع. ولكن كاينه واحد النقطه ديال اللي كان خوه يومين هو ناعس الهيها، جا واحد السيكوريتي قال لي اش كدير هنا؟ قال لي انا ناعس. قال لي نوض. الدري مريض عقليا عنده الدواء، دابزو السيكوريتي تقاصنا في جبهته، جاو اعتقلوا، شدوا بعدا واحد البوليسي ضربو اعتقلوه. السيد راه في السبيطار والدري راه في البوليس، يعني امو مألمه بزاف وخوها غرقان. كنطلب هاد الشيء وصل وكيل الملك او جلاله الملك، لان الدري خصو يخرج، لان امو محروقه وجهان دباتو خصو كذلك. هذه هي التوصيلات اللي باغا، هاد المعلومات اللي باغا نوصل. كنطلبوا من الله الدري يطلع، هادشي اللي كنطلبوا. الله يرحمه ويوسع عليه في هاد النهار. شحال دابا هو في الواد؟ دابا تقريبا اليوم 3 ايام، عائلته كتبات على برا، يعني راه ما كاين لا سلطه لا والو. السلطه كتضرب 8 كتمشي بحالهم، العائله كتبقى مرمده هنايا. صافي كنطلبوا من هذا الواد هذا خصو يطرق ولا شنو غيديروا ليه، لان هو دابا بنادم هنا والتليفونات وشي راه موته، هذه راه ماشي عرس او هذه الكلمه الاخيره. يطلع بجهده راه كلشي تيعرفوا، حيت الانسان كيتنفخ كيولي بحال البوي عايش يقولوا مع الكورون ديال الماء. الواد ملي كيكون كيعمر غادي يكون جايبو، وملي كيكون كيخوي غيكون دار شليحات دخلوا للبحر بعدوا للبحر.
دابا في الردان ديال الماء راه غايجيبوا الا غيطلع في الدوره ديال القهوي ديال الريفيرون له غادي يطلع تما بجهد الله. زعما هذه ما عندناش فيها الشك، حيت شحال مغرقه غرقت في البحر وكتحصل هنا، شحال مغرقه غرقت ثاني في الجزيره ديال الواد. الحالات يعني دازوا بحال الحالات اللي دازوا كيحصلوا هنا في الدوره ديال الواد، هنا فين كيطلعوا. مره جينا كندوزوا لي بارك هنايا مع لي سابور بومبيي. السلام عليكم، تحيه لمرصد القنيطره على المؤازره ديالها، وتحيه لكل منبر اعلامي ساند هذه القضيه هذه. ويعني اخر التطورات ديال القضيه ديال عبد الرحيم جات شي اخبار، ولكن الصحه ديالها والدقه ديالها 100% باقي ما عندناش. فلذلك احنا في حاله انتظار كما تشوفوا هاد يعني الجهه ديال الواد والجوانب ديال الواد كامله يعني ديال سبو ممتلئه بالناس، واحد الحاله هستيريه. الشعب القنيطري تقريبا كله نزل هنا باش يشوف هذه الحاله. ذكرتنا في الحاله اللي دوزناها العام اللي فات، اللي هي الحاله ديال الطفل ريان بمنطقه سبت تمره والتشاون. ف يعني كل ما نحضر تحركت فيه واحد الروح ديال الوطنيه والروح ديال الانسانيه والروح ديال الرحمه اللي جعل الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد. فكنتمناو يكون ختام مسك ونخرجوا الطفل هذا ونخرجوا هذا الشاب هذا عبد الرحيم، اللي يعني ما عرفش كل شخص تيجعل ليه الله شي حاجه اللي خاصه. يعني شحال من واحد غرق هذا العام، راه نقدروا نحسوا نقولوا الالاف ديال الاشخاص، ولكن واحد نموذج تيجعلوا الله تيبغي يدير به شي حاجه ما هذاك شي قدره الهيه الله سبحانه وتعالى تتحكم فيها. بالنسبه للوقت اللي استغرقوا البقاء ديالو في الماء هو تقريبا داخلين حنا في 72 ساعه. العناصر ديال الوقايه المدنيه يعني راه خدامه، رغم ان كاين واحد المركب ديال النقص العدد ما كافيش. الاخوه المتطوعين كما تشوفي جاو من الرباط، جاو من الدار البيضاء، جاو من قنيطره، جاو من هنا من المهديه، وهذا كيعكس الروح ديال الوطنيه داخل هذا الشيء. هذا هو اللي بغيناه، بغينا الوطن وبغينا المغرب يولي بحال هكا في جميع القطاعات. نشوفوا المؤازره، نشوفوا التعاون، ماشي هذاك غرق الله يعاونه ولا هذاك مريض الله يعاونه، لا، نتعاونوا مع بعضياتنا ونديروا اليد في اليد باش نزيدوا ان شاء الله بهذا الوطن هذا الى الامام. والناس يعني لا بوبليك اللي كيتفرج فينا والناس يعني الشعوب الاخرى والشعوب العربيه والجيران وهذا يشوفوا واحد النظره زوينه على المغرب. ماشي ديما حنا نخرجوا في المنابر الاعلاميه نقولوا مركب ناقص، قطاع الصحه، قطاع عيان، كذا كذا كذا، قطاع ديال التربوي كذا وكذا، قطاع ديال الوقايه المدنيه كذا. لازم ان كل واحد في المهنه ديالو يعطي ينتج، فهمتي، باش حنا نوليو نموذج، المغرب يولي نموذج. فهمتيني فهمتينيش. وتنشكر مجددا القناه ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله نزيدوا لقدام.